هي الناس عشان معاها فلوس ومعاها نفوذ ومعاها بيعملوا كده. لقيت كارت ميموري عليه الراجل اللي انا كنت واثق في ربنا ثم فيه، طلع كان بيعمل معاه الرذيله. ده يرضي ربنا؟ انا بدافع عن شرفي وعرضي وعايز حق بالقانون. اسلام مصطفى، ايوه بقول لك يا اسلام، أيوة. اللي انت بتقوله ده كلام خطير يا ابني. لا ده حقيقه. اللي انت بتقوله ده اعراض ناس لا، وشرف ولايه. ده حقيقي. اللي انت بتتهمها بالزنا دي مراتك. ايوه ده حقيقه. احنا قدمنا بلاغ للنائب العام وقدمنا بلاغ في النيابه والدنيا هتتقلب دفاعا عن حقك. ايوه فندم. انت متاكد ان اللي في الفيديو مع الراجل دي مراتك؟ ايوه مراتي يا فندم. انا طب اتجوزت. احكي لي يا اسلام الحكايه دي. اتجوزت واحده اسمها هناء، وكنت شغال، وكانت الظروف جت علينا، وكنت اعرف حد في اتحاد الكوره، ورحت استنتجه يعني اطلب منه اي حاجه مساعده او شغل او الكلام دوت. وقال لي خلاص ماشي، انا هات رقم تليفونك، وطلب اللي هو يشغلني او يشوف لي اي حاجه، وقال لي انا ممكن اشوف شغل لمراتك بالمره، وطلب رقم تليفونها. وجي بعدها الظروف حكمت عليا، ودخلت في حاجه مكتوبه لي ان انا كان عليا دين، واتحبست في الفتره دي يعني 3 شهور حبس. طلعت من اللي انا فيه، لقيت مراتي مش موجوده، بدور في الحاجات بتاعتها، لقيت كارت ميموري عليه الراجل اللي انا كنت واثق في ربنا ثم فيه، وقلت يقف جنبي في ظروفي، طلع كان بيعمل معاه الرذيله. ده يرضي ربنا؟ يعني انت الراجل اللي انت بتقول عليه واحده واحده عشان انت بتقول كلام خطير. ايوه وخد بالك ده كلام فيه مسؤوليه كبيره. يا فندم ماشي. الراجل اللي انت بتقول عليه ده بيشتغل فين؟ هو ده في اتحاد الكوره، مسؤول كبير في اتحاد مسؤول الكوره. كبير في اتحاد الكوره. طب انت لما يعني عرفته على اديله تليفون مراتك، او انت قابلته بمراتك، انت قلت لي. قابلته ايوه يا فندم. يبقى انت لما اتحبست بسبب الديون اللي كانت عليك 3 شهور وخرجت، فين مراتك؟ ما لقيتهاش. ما لقيتهاش ازاي؟ ما لقيتهاش. راحت فين؟ ما اعرفش، بدور في الحاجات بتاعتها في المبلغات، لقيت كارت ميموري في قلب صور. كارت ميموري؟ في قلب صور. تمام. عليه ايه كارت الميموري؟ عليه مكالمات فويسات صوت، وعليه فيديو، يعني ما اقولكش من الراجل اللي انا كنت مفكره هو واقف جنبي. الراجل اللي انا كنت مفكره واقف جنبي ضربني في ظهري. هي الناس عشان معاها فلوس ومعاها نفوذ ومعاها بيعملوا كده. طب انا عايز اعرف هي مراتك فين؟ مراتي ما اعرفش حاجه عنها، مختفيه. طب انت ما حاولتش ان انت تدور عند اهلها تسال عنها؟ لا ما اعرفش اي حاجه عنها خالص. طيب يا اسلام، انا عايز افهم، هناء دي انت اتجوزتها امتى؟ اتجوزتها في شهر 8. 8 اللي فات ده؟ 8 22 21 8 21. طيب انت اكتشفت الموضوع ده من قد ايه؟ من شهر. من شهر؟ طيب الفيديو اللي متصور ده متصور من قد ايه؟ حوالي من 4 5 شهور 6 شهور. انت متاكد ان اللي في الفيديو دي هناء؟ ايوه مراتك؟ ايوه. والراجل اللي في الفيديو معاها ده هو الراجل اللي انت قلت لها ده هيجيب لنا شغل؟ اللي انا كنت عشمان فيه خير بعد ربنا سبحانه وتعالى. انت بتتهم الراجل ده بالزنا؟ طبعا. هو شريكها؟ هو شريكها فعلا. خد بالك انك تتهم الزوجه وعشيقها بالزنا، ده معناه ان الاثنين هيتحبسوا. يا فندم يتحبسوا. انا عايز اعرف، انت الست دي عندك منها عيال؟ في بتقول لي هي جايبه طفل، وانا ما استحاله بعد اللي انا شفته ده اقول اللي هو بنتي او يعني بعد الطفل اللي هي جابته ده، بعد ما شفت الفيديو انت بقيت بتنكر نسب الطفل ده؟ ده حقيقه وقت رسمي. يعني انت قصدك ان ممكن نسب الطفل ده يكون منسوب للراجل اللي ده حقيقي. ده حقيقي. رئيس لجنه المسؤولين. ده كلام كبير يا اسلام، ده كلام خطير يا استاذ يا دكتور احمد. انا ربنا يعلم، انا مش واعي او ما اعرفش ايه اللي بيحصل لي، يعني ما كنتش انا عايزك تهدى بس من الصدمه. طب انت ليه ما تحاولش تتاكد جايز اللي في الفيديو ده مش مراتك، حد تاني؟ لا 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 لا. الفيديو ده مدته قد ايه؟ 43 دقيقه. 43 دقيقه في السرير؟ مراتك والراجل ده؟ 43 دقيقه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب يا اسلام، احنا قدمنا بلاغ للنيابه. ايوه. والفيديو سلمناه للنيابه. ايوه. والنيابه هتسمع لكل اقوالك بكره ان شاء الله. وهيتم استدعاء الراجل ده والبحث عن الست دي. وقصاد ده احنا هنشتغل في زاويه ثانيه في دعوى انكار نسب للطفل اللي هي بتحاول تنسبه ليك. واخد بالك؟ بس الموضوع ده موضوع كبير يا اسلام، وخد بالك ده على مسؤوليتك الكلام اللي انت بتقوله، لان دي اعراض ناس وسمعه ناس، سمعه عائلات. انت متاكد ان الراجل اللي انت بتقول عليه ده انت عارف اسمه؟ ايوه فندم. اول حرف من اسمه ايه؟ خ وكاف. انت ده الراجل ده موجود موجود في اتحاد الكوره، ومعروف جدا ومشهور جدا في وسط الاعلام. لا حول ولا قوه الا بالله. يا اسلام، الكلام اللي بيتقال ده يا جماعه على مسؤوليه اسلام، واحنا هناخد الاجراءات القانونيه عشان ياخد حقه.
شرفه وعرضه هو شرفه وعرضه لكل زوج ممكن يتم الاعتداء على مراته. مفيش حد فوق القانون في مصر. احنا في دولة مؤسسات وفي دولة قانون، والكبير والصغير في مصر بيتحاسب إذا أخطأ. إسلام له حق، شرفه وعرضه اداسه من راجل اعتدى عليها واستغل حجتها وجوزها محبوس وطعنه في عرضه وشرفه واعتدى على مراته، سواء كان بإرادتها أو غصب عنها أو باتفاقهم الاتنين مع بعض. جريمة الزنا ثابتة وواقعة. احنا شفنا الفيديو بس احنا ما نقدرش ننشره، وانا قلت الإسلام مش هننشره. احنا ما بنشهرش بحد ومش هننشر الفيديو لأن دي سمعة ناس وأعراض ناس. احنا هنقدم الفيديو للنيابة أو قدمناه للنيابة، والنيابة هي اللي هتحقق وتجيب لإسلام حقه. احنا كنا ممكن ننشر ده ونفضح، لكن دي مش أخلاقنا. ربنا ستر وربنا بيستر، واحنا كمان بنساهم في الستر، لكن هو الوحيد اللي في مصر دلوقتي له الحق انه يطلع ويتكلم ويدافع عن كرامته وعن شرفه وعن عرضه هو إسلام، لأن اللي اعتدي عليها دي مراته هو. وانا سبق وقبل كده وقفت كتير مع ستات وربنا وفقني وجبت لهم كلهم براءة في جرائم زنا، ازواج اتهموهم بالباطل، لكن النهارده الفيديو ثابت والجريمة ثابتة، وزي ما وقفنا مع ستات كتير وجبنا لهم براءة هنقف مع الراجل المظلوم وياخد حقه، وكله بالقانون. انتظرونا، هنتقابل في المحكمة.